بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعجالة وباش ما نطولش عليكم، حبيت اليوم نرد على أمن الهانة ورقود الجبانة. حبيت نرد على هالكمش الأمنيين الهمل والفساد المرتشين اللي خدموا مع الطرابلسية وعاونوهم على نهب هالشعب الزوالي، وعاملين اليوم نقابة تاخذ في التعليمات من عند كمال الطيف وتدعي النضال وحب الوطن والشرف، وهما كالعاهرة اللي ولات تفتي في الشرف. زيادات وخذيته، تجهيزات وخذيته، ترقيات وخذيته، منح وخذيته، قانون يحميكم وخذيتوه، العظم وخذيتوه، الشراب وخذيتوه، 10,000 وخذيتوها، وقدر وعملنا لكم قدر ورجعنا المواطن يتعامل معاكم. اي وين ماشيين؟ قولوا لي وين ماشيين؟ يموت واحد ولا اثنين من الامن نحلوا فيها ندابة وتطوال اللسان متاعكم وتوليوا قمة في الشرف والوطنية. علاش دخلت للحرس وللشرطة إذا ميكش مستعد باش تستشهد وتضحي في سبيل الوطن؟ علاش اقسمت نهار التخرج من التدريب؟ اقسمت على الرشوة وخموس وعشور، عبيتوا وبنيتوا وكونتوا وكسبتوا من عرق الزوالي ودخلتوا على صغيراتكم فلوس الحرام وباقي تحلوا في فامكم. ها نظهر تدريبكم وتكوينكم، انا زميلكم ونعرف الشفمة ونعرف الدار الشفاها. ها نظهر تدريبكم وتكوينكم. وهنا نحب نفهم حاجة ونحب السادة المستمعين يطولوا بالهم معايا خاصة في النقطة هذه. بالله نحب نفهم كي عاونا الحرس جاتوا معلومات انه هالدار هذه فيها ناس مشبوهة وممكن يكون فيها سلاح. يلا ندرا نطلب تعزيزات ونقعد نراقب في الدار، ولا يمشي يدق عليه عسلامة هاني جيتك وبالله عندكش سلاح يا سي الارهابي خليني نشدك وناخو قرات في جرتك. داخل على ارهابي لداره بلاش تعزيزات وعامل فيها عنتر شايل سيفه، تقولش عليه ماشي لدار عرس، ولا تقولش عليه الارهابي مش يستقبلوا بكلاشنكوف معبيه بالبقلاوه. وانتم البريمه فيكم ما خرجش كرتوشه طول حياته المهنيه ولا المشال تربص في حياته. بالكش اقتلهم علي العريف ولا اقتلهم المرزوقي ولا اقتلهم بن جعفر. بالكش ماشي في بالكم ان الحكومه عندها حصاه سحريه تحول تونس الى جنه على وجه الارض في نهار وليله، ولا عندها آلات لكشف خبايا النفوس، ولا عندها تجهيزات تكشف السلاح المخبي. بلاش الشعب انتخب حكومة تعرف الغيب ونحن ما في بناش، ولا بلاش انتخبنا أرواح خفية تمشي تطير في السماء وتحمي الضحايا من قضاء ربي. ولا ماشي في بالكم الحكومة من مصلحتها قتل أعوانها وأمنها وغض الطرف عن المجرمين. بجاه ربي شنو مصلحة الحكومة؟ ما فماش فيكم راجل يجاوبني ويرد عليا. جيبوا لي واحد من القيادات الأمنية النقابية الفاسدة يتحدى عبد الرحمن سقير في أي مكان، على بلاتو في التلافز حتى بالبنية والذراع حاضر. ينجم واحد فيكم يقول لي كيفاش وصل السلاح لتونس؟ العوان اللي ماتوا انتوما يا نقابة العار، انتوما اللي قتلتوهم، لانك لو كان جيت تنقد في زميلك اللي ياخذ في الرشوة راهو ما ماتش. بل قولوا لي سلاح كيفاش وصل لتونس؟ بالكش يهزوا الريح من الجزائر وليبيا وطاح في تونس وحده. كيفاش وصل السلاح لو كان مش انتوما يلي تاخذ في 20 دينار وبوليسي بزيك يشطحوا فيك ويصوروا فيك بالزي متاعك ويهبطوك على اليوتيوب وعلى الفيسبوك؟ تنجم تقولوا لي كيفاش وصل السلاح يلي بعتوا الضمير المهني بوحده ويسكي وكرتوشه دخان ولا ب100 دينار على الحدود؟ جيبوا لي واحد من القيادات الامنيه النقابيه اللي عامل فيها بطل وحطوه وزير داخليه ولا حتى رئيس حكومه وقولوا لنا شنو ينجم يعمل وما تعملش باش يمنع اي مجرم من قتل او اغتيال موظف الدولة. قولوا لي كيفاش ينجم
يمنع اي عملية اغتيال في بلاد اغلب الاعوان وزارة الداخلية متاعها حاشا الشرفاء اللي يسمعوا فيها عملاء للنظام السابق و90% ياخذوا في الرشاوي. شديتونا كان في الاعمال الارهابية تقف وراها انصار الشريعة. سألتوش رواحكم من نهارات شكون اللي يمول وشكون اللي يقف وراء انصار الشريعة، وعلاش شكري بالعيد وعلاش محمد البراهمي وعلاش الامنيين بالذات وعلاش في هذا التوقيت بالذات. لوش عن المستفيد والمغزى من التوقيت هذا وتفهم كل شيء. رافعين شعارات حزبية، رافعين شعارات حزبية ويوريوا وجوههم في البلاتوات التلفزية أكثر حتى من وزير الداخلية بيدو وديجاج لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبعد يقول لك أمن جمهوري. ولا غريبة أنه يطلع لنا واحد كلب عميل عم سمي روحه نقابي ويقول لك أنه احتجاج عفوي على خاطر جثمان العون المتوفي قعد برشا في الشمس. قام لك الميت من النعش سيادك وقال لك الشمس حرقتني، ولا الشمس جاتك وقالت لك راني فديت من القوف في السماء. باهي يا سيدي، باهي قعدتوا برشا في الشمس، باهي قولوا لي يا سيدي والوراق اللي مديتوها من جيابكم ديجاج ومطبوعين جابتهم الشمس زادة. لعنة الله على اللي يحشمش فيكم. ناس قاعدة تخلص بالدولارات ونحن كي البهايم لا نبلوا لا نعلوا. ناس تخدم مع بياعة الشراب وتسرق في الغنم والدجاج في قلعة سنان وغيرها، وناس كانت مطرودة بسبب الرشاوي والمخدرات والسرقة ورجعوا في عهد النهضة، واليوم لا تطلع على بلاتوات وتتكلم باسم الأمن الجمهوري والشرف ويمثلوا علينا في فيلم الولاء لتونس وللعلم. لو كان مشيتوا نظفتوا تواليتاتكم من الخراء وسامحوني في اللي يسمع فيها، لأنه حاشاكم الفم المنتن ما يلزموا كان السواك الحار. لو كان مشيتوا نظفتوا تواليتاتكم من الخراء متاعكم اللي في المراكز والمناطق كان خير. بجاه ربي ادخلوا التواليتات في مناطق الامن والحرس وتوا تعرفوا ماذا يساوي عون الامن. اللي من الجمش ينظف اخراه عمره ما يحل جلطه ويحكي على الوطنية والشرف والنظافة. ما صح الرقوع متاعكم بعد الامتيازات الكل وتقولوا شنو جابت الثورة. كنتوا تتحدثوا كان على المزود والكورة وما تتجرؤوش باش تحكيوا في السياسة الا بالسرقة. وليتوا اليوم تسبوا في الحكومة ووليتوا اليوم تتحصروا على المخلوع اللي شرى الوحدة عاهرة كهرباء ب4 مليارات وطيارة بعشرات المليارات من دمكم انتوما يا اعوان الامن ويا زواولية. صح عليكم، صح عليكم لانكم لقيتوا شعب مسالم. نسيتوا وقت كنا في كل خرجة للمخلوع ولا الحجامة تقف 10 ساعات كل مسمار ولا تتحرك ليمين ولا يسار. نسيتوا وقت كان كل ما يمشي الكلب من عليه للحمامات ليلة سبت ولا لسيدي الظريف تلقاك واقف في الشمس نهار كامل وفمك قلي وممدود في الريح وكلمة برك وكلمة ما تقولهاش، وانتي تلقاك لابس واقي ضد البخس وما يحوك فيك شيء. نسيت وقت كنت تعاطي للذل كارو وما تسمع كان وتسخ وذنيك من الصرياتي وامثاله وسوايع الليل والمنح امتاعك وعرقك ياخذوا فيهم الصحاح. اليوم عملتوا نقابة ولا القرد متاع الحجامة حاشا الشرفاء منكم في حل ويطاول على رئيس ولا على رئيس وزراء المصمر فيهم قاري قداركم الكل. سبحان الله الذي يحيي العظام وهي رميم. تقولوا ديجاج في وجه رئاسات منتخبة وضد الرئيس المزوق اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعني أنا ولينا قدام ميليشيا نقابية تهدد بالعصيان ومش معترفة لا بالدولة ولا بالنظام ولا بالانتخابات ولا بالشعب. توا برك عرفت شكون الأمن الموازي اللي قاعد يتهم في النهضة دون تقديم دليل واحد، وعرفنا زاد شكون اللي خرج الوثائق السرية
وشكون اللي خباها على وزير الداخلية وعامل فتنة في البلاد. ومزعام كان في بهبير بالكذب قال شنو احنا ما خفناش من الموت باش نخافوا من المساءلة القضائية. ما خفناش من الموت. والله ضحكتوني، والله ضحكتوني وتعبتوني يا كلاب الدم يلي كنتوا مش تخافوا من الموت، اما كنتوا ترعشوا من وحدة حجامة، كنتوا ترعشوا من ليلة ومطرابلسية وتبولوا على رواحكم خايفين من التجمع وتلحسوا لهم في صبابتهم ولا واحد فيكم حل فمه. ومزعام كان في اللي يعرفوا ربي وكنتوا تنحيوا الانسان متاعنا في الفولارات متاعهم وتعسوا عليهم في الجوامع وكشفتوا سطر الناس وتلموا في تقارير سيادكم التجمعيين. توا وليتوا سيودة وتهدوا في محمد عبو وغيره. الغلطة مش فيكم، الغلطة في الشعب اللي سامحكم وقت خرجتوا تتبكاوا وتقولوا احنا كنا ملزوزين وما عادش نتبعوا حد، احنا امن جمهوري. امن جمهوري زايد وبرا ذيل الكلب حطوه 20 عام في قصبة خرج معوج. غلطة هالشعب الزوالي هذا اللي في عوض يحاسبكم، صدقكم وزادكم في الشهرية ورقاكم وعمل لكم اقدر ووليتوا جنود للوطن بعد ما كنتوا كانيش ليلة. يا اللي سرقتوا شعارات الشعب بعد ما سرقتوا الكرامة والخبز متاعه في عهد سيدكم المخلوع. الشعب التونسي راهو فايق بيكم ولا يفرق بين شكون يخدم فيه وشكون يخدم بيه كما قال علي العرايض. يا كلاب الشعب الكل يعرف انه اللي قتل اخواننا وزملائنا الاعوان الامنيين حب يخرج الناس وحب يعمل فوضى نهار 23 اكتوبر لاسقاط الحكومة. انا نقول لكم لن تمروا، لن تمروا. في الاخر حبيت نقول كلمة اني كنت نشك في نية الاحزاب الحاكمة بما فيها النهضة في المحاسبة وانهم قبلوا باللي سطروا تجمع. اما وقت شفت اليوم انه نقابة بوليس بن علي واعلام الحجامة دايرين عليهم، اتأكدت انهم ماشيين في ثنية صحيحة. تحية لكل عون امن شريف، تحية لكل وطني شريف، ورحم الله شهداء الحرس الوطني وشهداء الحرية. اما انتم يا نقابة الهانة والقود الجبانة نقول لكم الله يرحم والديكم لا تدافع عني ولا تحاول ان تواجهي مخاطر الارهاب من اجلي. يقتلني ارهابي كلب خير 1000 مرة من ان يدافع عني بوليسي كلب متاع بن علي. عاشت تونس حرة مستقلة وتبا لعون امن امله عجوز في 90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.